حكم القوانين الوضعية ليس بمسلم بإجماع السلف، ليس فيه. نعم، أقول من حكم القوانين ليس بمسلم بإجماع السلف، لا خلاف فيه. ولذلك نص غير واحد من أئمة الدين على أن قول ابن عباس كفر دون كفر لم يرد به من نحى الشريعة، وإنما المراد به في الواقعة والنازلة. من عنده شيء يخالف هذا فليأتي به. أما تلزمنا نحن بأننا نوافق زيدا وعبيدا من الناس وإلا نحن ضالون خوارج، لا، هذا ليس من منهج السلف، هذا منهج أهل البدع. ونص ابن القيم في إعلام الموقعين كنت من طلاب العلم فارجع إليه أن من ألزم الناس قول أحد من الناس دون محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال. فكيف حينئذ تلزم الناس بقول فلان؟ إما أن تجعل المسألة خلافية، حينئذ ائت بدليل وآت بدليل ونفهم الشرع على وقت ما فهمه السلف الصالح. وأما إلزام الناس بأقوال زيد بن عبيد وهذا ليس من السلفية لشيء بس. فمن رأى بأن محكم القوانين أنه كافر مرتد عن الإسلام ولا يشترط فيه الرضا وهو الحق، هذا ليس المخالف للسلف، فكيف يقبل الخوارج؟ هل نحن الآن هل من يخالف ينتهج منهج المشركين؟ كل من خالفه قالوا شاعر مجنون، قالوا به جنة، ساحر، كاهن، كل من قال بهذا قول خوارج. هل تدري معنى خوارج؟ والله الذي لا إله غيره أنك لا تدري معنى هذا اللفظ عند السلف. لما قال أهل العلم من المفسرين بأن الخوارج استدلوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، استدلوا به على من؟ على علي رضي الله تعالى عنه. ونحن نقول بهذا بأن علي رضي الله تعالى عنه محكم للشريعة. رأى هؤلاء الخوارج ماذا؟ رأوا أن هذه النازلة مما خالف فيه علي الكتاب، فلما استدلوا بهذه الآية استدلوا بها في غير موضعها. لو استدلوا بها في من نحى الشريعة عن التحكيم مطلقا لما خالف الخوارج، لأن هذا هو الحق. لكن لما استدلوا بها على أنه كفر أكبر وهي في واقعة ويشترط فيها الرضا إلى آخره، حينئذ كان هذا مخالفا لمنهج السلف. فالذي أريد أن ننبه طلاب العلم وخاصة فيما إذا كثر النظر في المسائل، هذه المسائل الأصل لا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد، ليس كل من هب ودب ينظر فيها في كتاب أو كتابين عصري ثم يتخذ رأسا من هؤلاء، وأنا قد لا أطعن فيهم لأن لا أدري عن بعضهم أو أكثرهم، قد يتخذ رأسا ثم يلزم الناس لابد أن تتبع فلان، إن استمعت له فأنت السلفي، إن لم تستمع له فلست بسلفي. هذا ميزان الشرع. هل أحد عاقل عنده شم رائحة العلم بل شم رائحة الدين أن يجعل الميزان هو أقوال زيد بن عبيد من الناس؟ قل لا، ليس بصواب هذا، وإنما تجعل الميزان هو الشرع. تنظر في قول المخالف، تنظر في ما دليله، لا تقل لماذا خالفت فلان. العلماء أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة، هذا محل الفقه، لماذا تنازع هنا؟ ولذلك بعضهم قد يأخذ بقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تحكيم القوانين، ثم إذا قلنا الجاهل لا يعذر طعن فيه. والشيخ ابن باز يرى أن الجاهل لا يعذر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا كان العلماء أصلا تستدلون بهم، إذا لماذا تبع؟ لماذا تأخذ العقيدة واحدة؟ لماذا تأخذ عقيدة تأخذ قول وتترك له قول؟ لماذا لا تجمع بين القولين؟ هذا يدل على أن المسألة مضطربة عند الناس. وأنا أحذر طلاب العلم، يا طلاب العلم اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واتقوا الله تعالى في الناس. لا تزنوا الناس إلا بالكتاب والسنة، هذا هو الميزان. هذه هي السلفية الحقة. السلفية الموجودة على الساحة الآن أكثر حزبية، وأكثرهم دعاة للإرجاء والتجهم، ومن خالفهم رموه بالبدعة، ومن خالفهم رموه بالخوارج ورموه بالضلال وإلى آخره. وهذه حزبية مغلفة باسم السلفية. ليس عندنا أحد معصوم البتة إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك المسائل المطروحة ليس فيها خلاف عند المتقدمين. مسمى الإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة، لا خلاف فيه، وسيأتي بحث المسألة وسيأتي أقوال العلم. لكن لما انتشر الإرجاء وصار بعض هؤلاء الرؤوس الذين يسمون بالسلفيين صاروا يدعون إلى هذا القول وصاروا هم الميزان، صار الناس كلهم يوزنون بها. إذا قيل بأن مسمى الأعمال أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان قال من الخوارج، وإذا قلنا بأنه تارك الصلاة يكفر قال هذا منهج الخوارج يكفرون به. يا أخوان، هذا ليس في دين الله، هذا ليس هو بالإسلام.
تعرض هذه المسائل على كتاب الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم، نقل الإجماع غير 10 إلى 20. لا خلاف بين أهل العلم في أن مسمى الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة، والقول بأنه شرط كمال قول المرجئة. نحن لا نحكم على زيد من الناس بأنه مرجئ أو لا، إنما نقول هذا القول باطل، قول أهل الرجال وليس بقول أهل السنة والجماعة. مسألة تنحي الشريعة تعرض على الكتاب والسنة. لا يوجد قول لأحد من العلماء، وأنا منذ 4 أشهر أجمع كلام مفسرين على هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، لم أجد أحدا نزل قول ابن عباس كفر دون كفر، وهو ثابت لا شك فيه أنه نزله على من نحى الشريعة. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال بكر وعمر، يخشى عليهم نزول حجارة من السماء، خالفوا مسألة التمتع والإفراط. فكيف إذا نحي الإسلام ماذا يفعل ابن عباس؟ تنشق الأرض. نعم صحيح، لا يمكن أن ينسب من عرف ابن عباس لا يمكن أن ينسب إليه القول بأنه يرى أن من لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر، أن المراد به تنحية الشريعة وتحكيم القوانين. ثم ما هي هذه القوانين؟ حفالة من زبالة والأفكار كلها. يعني نقل ابن حزم الإجماع وأقره ابن تيمية في الفتاوى، وسيأتي نقله معنا إن شاء الله، وابن القيم على أن من حكم التوراة فهو كافر بالإجماع ليس مسلم. أيهما أولى؟ الإنسان يكون عنده عقل يا أخي. إذا حكم التوراة فهو كافر بالإجماع. من اعتقد منكم أنا أكفره الآن علنا، من اعتقد أن من حكم التوراة فهو كافر عينا. حكم التوراة نقول كفر دون كفر، نقول والي المسلم هذا دين من؟ دين اليهود والنصارى، هذا بل اليهود والنصارى أحسن حالا منه، ويلزم الناس بهذا القول. لا يمكن يا أحباب نظر في المسألة على وجهها، لكن يوجد الآن تغطية وتعمي على الشباب، لا تقرأ إلا لفلان ولا تحضر إلا لفلان، وفلان يؤخذ منه علوم الآلة ولا تأخذ العقيدة. هذا كله من باب ماذا؟ إنه لشاعر مجنون. نفس الطريقة. كل من أراد أن يصد الناس عن الحق حينئذ أتى بالأوصاف التي ينبذ عنها الناس. قل لا، يجب عليك أن تبذل الأسباب في عرض هذه المسائل على الكتاب والسنة، فما وافق الحق حينئذ على العين والرأس، وما خالفه مردود على أي واحد كان. فلا يحتج بأن ابن باز لا يرى التحكيم، وأن ابن عثيمين له تفصيل. هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا حينئذ على العين والرأس، إن أخطأوا نحفظ مكانتهم ولا نكفرهم ولا نبدعهم، نعتبرها زلة من أهل العلم. نقول هذا القول متفق عليه، لكن قولهم هذا باطل لا نتبعهم. لسنا مكلفين إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء لسنا متبعين، لسنا مأمورين باتباعهم، لكن نحترم أهل العلم. فإما الأعلام الذين عرفوا باتباع السنة وعلموا بالجهاد ضد البدعة ونشر السنة ونصرها، هؤلاء إن وقعوا في زلة ما أو قول يخالف ما عليها السنة والجماعة على الطريقة الموجودة عند أهل العلم، ابن خزيمة وغيره ممن أولوا بعض الصفات أو قالوا بعض المسائل التي تخالف عقيدة السنة والجماعة، لم يكفرهم أهل العلم ولم يبدعوهم، بل الآن نسمع دفاع عن ابن حجر والنووي، ونحن كذلك ندافع مع أن عقائدهم فاسدة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وأشياء كثيرة جدا، ومع ذلك نحفظ مكانتهم لأنهم تولوا نصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بها، وليسوا من أصحاب العقول كالجويني وغير الذين ليس لهم إلا العقل وجعل دليلا على الشرع وحرف الآخر. نقول لما كان هذا شأنهم حينئذ نتلطف ونتأدب معهم، لا نقبل قولهم ونحفظ مكانتهم، سواء هذا قال به فلان أو فلان. كل هؤلاء أعلام هدى ولكنهم ليسوا بحجة شرعية. إذا كان العلماء يختلفون في قول الصحابي هل قول حجة أم لا، فكيف بمن بعدهم؟ من باب أولى وأحرى. حينئذ يجب علينا يا طلاب العلم هذه المسائل. أنا من الدورة الماضية والبعض تكلم وأعلم أنه الآن ندم أنه يقول تكلم. لا نريد أن نضع حواجز، هذه المسائل يجب أن تعرض على الكتاب والسنة. أنا لا أشك أن كثير من الطلاب ومن الشباب أنهم يحبون منهج السلف، لكن ليس كل من أحب منهج السلف أصابه كذلك. ليس كل من أحب الحق وأراده حينئذ أصابه. لابد أن يرجع إلى كلام العلم الآخرين، يقرأ، لا يستمع دائما حذر من فلان لا تقرأ، فلان لا تسمع، فلان لا تحفظ. قل لا،
هذا ليس منها، هذا دليل على ضعفه. لو كان يعلم أنه على حق وأنه رب تلميذه على حق بدليل ويعرف كيف يأخذ الحكم الشرعي بدليل لما خاف عليه، يجلس في أي مجلس. أهل العلم خاطب يقرؤون في كتب أهل البدع، نقرأ ليل نهار، هذا تفسير أشعري وهذا ماتريدي وهذا معتزلي، لا نخاف. لماذا؟ عندنا الأصل والأصيل بإذن الله تعالى، والشبه مدفوعة بإذن الله تعالى. فإذا كنت أنت ربيت نفسك أيها العالم والشيخ والداعي على قول ما وربيت أتباعك على هذا القول، إذا تخاف لماذا تحذر عنه أن يسمع الحق عما يقوله؟ فأريد بهذه الكلمة التي أخذت الوقت عنا لكني تعبت. لكن بعض المرجئة من أهل العلم ممن وقع في هذا قد لم يتضح له القول بأن ما فيه هو إرجاء، فالحكم على الوصف لا على الأشخاص، لا تتعرض للأشخاص، فلان مرجئ وفلان غير إلى آخره، يترك هذا الكلام. لكن ينظر فيه في ماذا؟ في كونه يعتقد، وهم على طائفتين، حتى من يقول بعدم التكفير من حكم القول على طائفتين، منهم من هو معتقد وساكت، هذا كصاحب البدعة إذا سكت يسكت عنه، ولا نحتاج أن نقول مبتدع ومرجئ، لكن نسكت عنه وإن كان يعتقد عقيدة المرجئة. وبعضهم لا يعتبر من الدعاة، بل من كبار الدعاة، بل يحرف الكلمة عن مواضعه وينقل عن أهل العلم ويبدل ويغير، هذا مبتدع، هذا نبدعه. وكذلك الشأن في مسألة التحكيم، من رأى أنه كفر دون كفر، يرى أنه مقلد لعالم جليل كابن باز أو غيره، قل لك وجهتك، لكن لا تجعلنا خوارج. كلما قلنا بأن من لم يحكم شرع الله، وعندنا القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أنه ليس بمسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله تدل على أنه ليس بمسلم. فهو سمعتم كلام ابن عثيمين أمس وغيره من أهل العلم، كيف يقول أشهد أن محمد رسول الله ويحكم قانون وضعي؟ ما متناقضان، هذا لا يمكن أن يقبل لا عقل ولا نقل. حينئذ يقول الحكم على الوصف نفسه. وأما الأشخاص هذا هو الذي قد يسبب البلبلة ويجعل ثم شحناء بين الطلاب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله فضيلتكم، لو لم يكن في هذه الدورة بين هذا الكلام لكثر يعني وأرجو من الإخوة يعني إذا وافق الشيء يعني كلامه يعني لا يكون كما الأخ الله أكبر أو هذا الكلام لا يجوز، لأنه كلنا يعني ربما نشهد أشياء كثيرة، يعني هذه فقط يعني مطلوب.